تحب أو تكره دي مشكلتك، لكن الحقيقة إن فتح مضيق هرمز حقق لإيران 3 عصافير بحجر واحد. واحدة من أذكى الخطوات اللي عملتها إيران منذ بداية الحرب عليها. بعيدا عن العصافير، أولا ترامب هيجيله هارد أتاك لأنه كان يحب إنه هو اللي يعلن عن تلك الحركة، ومع ذلك اضطر إنه يكتب وما قدرش يكذب، وقال إن إيران فتحت مضيق إيران، بقى اسمه مضيق إيران مش مضيق هرمز، دي خليها على جنب. إيه هم ال3 عصافير؟ اولا، فتح مضيق هرمز خلى حكاية الحصار اللي عمله ترامب على ايران يصبح ملوش اي قيمة ولا معنى. انت محاصر ايه؟ ده المضيق بقى مفتوح. ثانيا، اكد ان الهدنة اللي حصلت في لبنان كانت عن طريق الضغوط الايرانية والصمود الاسطوري لحزب الله. دي الحقيقة، كمان تحبها وتكرهها ده براحتك، وان الحكومة اللبنانية التي لا تمتلك اي اوراق قوة ما كانش ليها دور في ده. ثالثا، العصفور الثالث وهو الاهم، خلى ان عودة ترامب للحرب، المهلة تنتهي يوم الثلاث، خلى ان عودة ترامب للحرب صعبت عليه جدا، لان عودته للحرب هتعني ان ايران هتغلق المضيق تاني، فده هيزود الضغوطات الدولية عليه، خصوصا ان البترول بدأ ينزل. ترامب زي ما قلت لحضراتكم مش عايز الحرب على الاطلاق. تبقى مشكلته في نتنياهو اللي مش هيقدر يستحمل ومش هيقدر يعيش بتلك الطريقة على الاطلاق، لانه ديد مان ووكينج في اسرائيل اذا الحكاية رسيت على هذا الشكل. 3 عصافير بفتحة واحدة او بضربة واحدة، ايهما اقرب؟ فتح مضيق هرمز حركة ذكية جدا. الله خير.